ازيكم عاملين يا رب؟ ان شاء الله تكونوا بخير باذن الله. فرقه اولى نورتونا، نورتوا كليه الحقوق، نورتوا شريعه وقانون، نورتوا حقوق عربي، نورتوا حقوق انجليزي او شريعه وقانون عربي او شريعه وقانون انجليزي. طيب، اتسالت سؤال كتير، ادخل حقوق عربي ولا ادخل حقوق انجليزي؟ والسؤال ده دايما بيتكرر كل سنه، لكن انا بفكر في الدفعات اللي داخله جديده معانا. ادخل حقوق عربي ولا ادخل حقوق انجليزي؟ عشان تعرف تدخل حقوق عربي ولا تدخل حقوق انجليزي لازم تعرف انا متطلب مني ايه في حقوق عربي ومتطلب مني ايه في حقوق انجليزي. لو انت عندك المقدرة انك تدخل حقوق انجليزي لازم يكون الانجليزي عندك كويس. مش معنى ان انت تكون حافظ كلمات اكتر منها بتعرف تكون جملة. ليه؟ لان انت في حقوق انجليزي هتعتمد اكتر على الكلمات او المصطلحات القانونية اللي هتدرسها في السنة. تمام؟ فهي الفكرة ان انت تعرف تستصيغ او تعمل موضوع بالانجليزي. طيب، تاني حاجة لازم يكون عندك القدرة المادية، لان اقل جامعة في حقوق انجليزي بتبقى ب16,000 ل20 ل22 على حسب الجامعة اللي انت هتدخلها. يعني مثلا في طنطا اعتقد ان السنة دي هتدخل في حوالي 18,000، في المنصورة كانت 20,000 السنة اللي فاتت، اكيد هتزيد مثلا حوالي 2000 او 3. تمام. تاني حاجة القدرة المادية برضو ان انت يكون عندك فلوس عشان هتقدر تاخد بيها كورسات. حتة ان انت هتعتمد على نفسك ده مش هينفع. ليه؟ اولا الدكاترة في الكلية بيتكلموا انجليزي، فانت محتاج ترجمة. طيب انا ممكن هترجم لوحدي، هيبقى صعب لان انت هتاخد كتاب كله انجليزي، انت مش هترجم، يعني الكتاب مش مترجم فيه حاجة، فطبيعي ان انت مش هتقدر تترجم في خلال 3 شهور 4 كتب في حقوق انجليزي، ده هيبقى صعب بالنسبة لك. فلازم يكون عندك برضو قدرة مادية على الكورسات او على ترجمة الاوراق او الكتب، انك تاخدها الكتب دي مترجمة، طبعا ده بيدفع فيه فلوس. تمام. الثلاث حاجات دول اهم حاجة بالنسبة لحقوق انجليزي. طيب انا ما عنديش قدرة مادية ولا عندي حب للانجليزي، خلاص يبقى تدخل عربي. طب انا كده هبقى اقل من حقوق انجليزي؟ لا، مش هتبقى اقل، بالعكس ده انت تاخد الحاجة اللي على قد امكانياتك هتعرف تجيب فيها تقدير، لكن هتاخد الحاجة اللي اعلى من امكانياتك مش هتعرف تجيب فيها تقدير. وفي الاول وفي الاخر اللي بيحكمنا او اللي بيخلينا ان احنا نقول دي فرصتنا اكتر في الهيئات القضائية او كمعيدين هو التقدير ثم التقدير ثم التقدير. طبعا حقوق انجليزي لها ميزة بس في القطاع الخاص، يعني طبعا لها ميزة لان القطاع الخاص دلوقتي معتمد على اللغة الانجليزية، بس مش معنى كده ان خلاص الحياة اتقفلت على حقوق عربي. لا، انا لما بجيب امتياز او بجيب جيد جدا انا بلاقي فرصة في الهيئات القضائية. طبعا عدة عوامل جنبها، ان يكون تحرياتك كويسة ويكون اسرتك كويسة، مفيش حد عليه احكام او حاجات زي دي، بس اهم حاجة التقدير. تمام. ويعني انا شايفة كل الناس اللي متواجدة دلوقتي ناس عادية جدا، ناس اجتهدت وبفضل الله وصل. تمام. ده بالنسبة للفرق بين حقوق عربي وبين حقوق انجليزي، وعلى هذا الاساس كون فكرتك وشوف قدراتك، لان اهم حاجة انك تاخد حاجة فوق قدراتك. لو عاندت قدراتك ده مش بيبقى صح، بالعكس انت بتلاقي نفسك ضايع اكتر ومش هتعرف تجيب تقدير. تمام. اي حاجة انا معاكم في اي سؤال وفي اي استفسار. اشوفكم على خير، تواصلوا معايا على جروبات الواتس او التليجرام او الفيس، واشوفكم على خير. سلام.